السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله جميله جدا بتفكرنا بالزمن الجميل. هنعمل المخروطه البيتي بطريقه بسيطه وسريعه جدا. الكل بدأ يتناساها بسبب ان هي بتاخد وقت طويل، بس باذن الله هعملها لكم بطريقه سريعه هتحبوها. معانا كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من الملح، ميه دافيه للعجن. هنبدأ نعجن العجين بتاعنا، وكمية المية بتتحدد حسب نوع الدقيق. اهم حاجة العجينة بتاعتي تبقى متوسطة، لا هي لينة قوي ولا هي لابسة قوي. وبنعجن العجينة بتاعتنا من 10 ل 15 دقيقة، عجن كويس جدا علشان تبقى مرنة وسهلة معايا وانا بفردها. لو كانت طرية قوي يعني هتحيرنا قوي واحنا بنفردها، وهتسحب مننا دقيق كتير، وهتحس بطعم الدقيق دوت بعد ما تسويها. ولو كانت لابسة بتبقى صعبة قوي في الفرد، وبتتكسر منك وما بتطلعش الشرايط طويلة. هنعجنها كويس قوي من 10 ل 15 دقيقة، ونخدمها كويس قوي في العجن. ممكن تستكتروا معلقة الملح اللي انا حطيتها، بس زي ما احنا عارفين ان هي بتستوي على البخار، مفيش سائل بتحط عليها، هو الملح دوت في العجين بس. انا كده عجنت العجينة بتاعتي. العجينة بتاعتي لينة جميلة جدا. هبدأ اقطعها قطع متساوية على اي حاجة بقى، نحطها صينية او على لوح عجين عليه رشة دقيق، وهنبدأ نغطيها ونسيبها ترتاح من 10 ل 15 دقيقة او نص ساعة عشان الجو برد. بإذن الله هعملها لكم بطريقة سريعة غير اللي احنا متعودين عليها. الاول كنا احنا بنعملها في المكنة من البداية، لان هي بتاخد وقت طويل قوي، وتشغيل مروحة بقى وتقعدي تسيبيها نص ساعة ولا ساعة. النهاردة احنا هنفرد العجينة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. هنجيب عجينتين قصاد بعض ونرش عليهم دقيق، بعد كده هنحط العجينتين فوق بعض. انا بعملهم بالطريقة دي، في ناس بتحط عجينتين 3 يساعدوا في الفرد بطريقة بسرعة قوي، وبيبقوا جمال جدا. لو انت حابة تحطي كل عجينة لوحدها دي حسب راحتك، بس اهم حاجة اما بتحطي عجينتين 3 بتفصلي العجين كل فردة والتانية كده، بتشيلي العجينة بتاعتك وتحطي فاصل بينهم دقيق علشان ما يلزقوش في بعض. لو نسيتي موضوع الدقيق دوت هتلاقي العجينتين بتوعك عجينة واحدة. فاحنا من الوقت للتاني فردة والتانية بتروحي فاصلة العجين وحاطة رشة دقيق كويسة، وتبدأي تحطي رشة دقيق تاني وكملي فرد. اول ما يبدأ يوصل وتحسي ان العجينة خلاص ما عادش بتستجيب وتكبر معاكي، هتبدأي تفرديها بقى اخر فردة، وتحاولي تشوفي الطروف بتاعتك او اي حتة سميكة بتفرديها. بعد كده بنفض الدقيق اللي الزايد من عليها، وتحطيها على لوح العجين او على اي مفرش عندك قديم. لو انتوا بتعرفوا تنشبوا، اي حد بيعرف ينشب، واكيد اللي عارف يعني بيعرف ينشب عارف ان انا اقصد ايه. ان انت بتكبري الرغيف بتاعك بالنشابة، بتلفي العجينة بتاعتك على النشابة وتكبريها، بتاخد نص المدة دي. لكن انا صراحة ما بعرفش ان انا انشب، فبعملها بالطريقة اللي قدامكم، بفرد فرد عادي. نفضت الدقيق بتاعي اهوت الزايد. هبدأ بقى افرد العجين بتاعي جنب بعضه. هنفرد واحدة تاني مع بعض، بنجيب عجينتين ونحط عليهم كمية دقيق كويسة، ونحط العجينتين فوق بعض علشان ملزقوش. طريقة العجينتين دي فوق بعض بتاخد وقت سريع معاكي، بتاخدش وقت خالص. وطريقة الفرد اصلا اللي انا بعملها دي مش طريقة المكنة، بتاخد وقت بسرعة، لان انت الفرد دوت وانت بتفردي العجين وبترش عليه دقيق كده بينشفه معاكي بسرعة. ما انتش محتاجة تركني العجينة بعد كده بعد ما بتخلصي ساعة او 2، او محتاجة ان انت تشغلي المروحة زي ما كنا الاول بنعمل، او بتقعدي مثلا في حتة فيها هوا علشان المخروطة بتاعتك تنشف. ودايما كنت تلاقي يعني الناس اللي عارفة كلها معروف ان هو يوم المخروطة بتلاقي المروحة شغالة، ومش عارفة المكنة بقى من البداية للنهاية. احنا بنستخدمش المكنة غير ساعة التقطيع بس. بنفردها زي ما انتوا شايفين كده، كل 2 3 فوق بعض، بتفرديهم وفاصل بينهم دقيق، وتروحي جايبة حتة قماشة كويسة او صينية عندك بتفردي عليها حتة قماشة، وترصي العجين بتاعك بعد ما تفرديه. لو اي حد بيعرف ينشب هيبقى الموضوع اسهل جدا بالنسبة له، ما بياخدش معاكي نص ساعة الكيلو الدقيق دوت. وعلى ما بتخلصي فرد بتلاقي العجينة بتاعتك جاهزة، مش محتاجة ان انت تستنيها تنشف، هي كده كده بقت جاهزة. بتبدأي تقطعيها وتشغليها في المكنة بتاعتك.
بعد ما فردناها بقى تفصلي، دي اخر حاجة بقى، تفصلي العجينتين عن بعض وتبدأي بقى تديها الفردة الاخيرة، اللي هي لو في مثلا في طرف سميك شوية، في حتة سميكة، بتبدأي تفرديها وتنفضي الدقيق كويس وتبدأي ترصي كمية العجين بتاعتك. طريقة الفرد دي يا جماعة لو تاخدوا بالكم ان هي شبيهة بالظبط للرقاق المغرق بتاع العيد، بنبططه بنفس الطريقة دي، بنفس الكيفية، بيبقى رقيق كده، وبيبقى كل 2 3 فوق بعض برضو، علشان هو كده كده اصلا ما بيخمرش، باستثناء العيش التاني بتخبزي كل واحدة لوحدها علشان ما تبوظيش الخمر بتاعه. نفرد بقى العجين بتاعنا، وبعدين بنفرده بقى على المفرش زي ما احنا شايفينه كده، نخلص الكمية بتاعتنا كلها، ما بتاخدش وقت خالص. وبتلاقي كمان على ما بتخلصي التبطيط بتلاقي العجينة بتاعتك جاهزة. بنجيب بقى واحدة ورا التانية ونبدأ نقطعهم شرايط زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نشغلها في المكنة بتاعتنا. طبعا ما احناش محتاجين نتكلم تاني على العجينة بتاعتك، لا تبقى طرية قوي ولا تبقى لابسة قوي، تبقى متوسطة بين الاتنين. بنشغل المكنة بتاعتنا بتطلع شرايط طويلة زي ما احنا شايفين كده، لكن لو سبت العجينة بتاعتك نشفت بتطلع مكسرة منك. انا الصراحة بحبها تبقى طويلة كده. بنخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها، ونحاول ان احنا ساعة ما نشغل المكنة بتاعتنا ما نركنش العجين بتاعنا متقطع. يعني بعد ما تخرطيه كده في المكنة ما تسيبهوش مدة طويلة، يا دوبك تخلصي خرط في المكنة او تشغيلي المكنة على طول وتحطيها تستوي، علشان العجين ما يمسكش في بعضه. الحركة دي ممكن تعمليها لو انتي حسيتي ان الرغيف بتاعك او العجينة بتاعتك فيها سنة طراوة، بتحطي رشة دقيق وتمسحيها تشربيها العجينة كده كويس، علشان العجين ما يلزقش في بعضه. لو انتي مثلا عاملة كمية صغيرة ومستعجلة عليها، بس اهم حاجة، او انتي مثلا عجنتيها وجيتي تبططي لقيتي العيش بتاعك او العجينة بتاعتك طرية، فبتديها مسحة دي كده بعد ما تخلصي فرد خالص، وجيتي بقى اشتغلي المكنة بتسيبيها شوية. في ساعات اصلا لما بنيجي نسيبها بتلاقي العجينة بتاعتك بدأت تتقطع وتتكسر منك، فاحنا عايزينها تبقى شرايط طويلة شكلها حلو كده. بتديها مسحة دقيق بسيطة جدا لو لقيت العجينة تستدعي ولقيتيها طرية وان انتي خايفة ان هي تلزق منك، فللأمان بتديها مسحة دقيق خفيفة قوي. طالعة زي ما احنا شايفينها كده شرايط طويلة جميلة جدا. خلصنا الكمية بتاعتنا، قلتلكوا نسويها على طول بعد ما نخلص المكنة على طول. واحنا اصلا مشغلين المكنة بنكون بنجهز بقى المية بتاعة السوا. انا هنجيب الحلة بتاعتنا علشان الحلة ما تسودش، بتحطي اي حاجة، ليمون برتقان، عندك كركديه. سويها بقى في حلة البخار اللي هي حلة البواخ، او زي ما انا هعملها كده، جبت حلة ومصفى عادية، حطيت كام شوكة وجبت حتة قماشة نظيفة. اول ما بدأت المية بتاعتي تغلي كويس هبدأ بقى انزل بنص كمية العجين بتاعي. بعد كده هنزل برشة زيت خفيفة، ومش هقلب، هرش رشة زيت من غير تقليب، مش هاجي يميته خالص، لان ساعة ما بيشم البخار بيبدأ العجين يمسك في بعضه. بعد كده بعد رشة الزيت دي هكمل بقية العجين بتاعي، وهبدأ اغطي العجين بتاعي بحتة القماشة بس، مفيش غطا يا جماعة بتحط، احنا بس بنلم عليها القماشة بتاعتها بس. اول ما بتبدأ بقى تبوخ والبخار كده يظهر بتسيبيها من 10 ل15 دقيقة، دوت أسرع سوى ليها، ما بتاخدش سوى. لكن البواخ عامة، يعني على زمن جدتي وجدتك، ان هو كل ما بتسويه اكتر كل ما بيبقى طعمه اجمل. بس لو انتي مستعجلة عليه 10 دقايق بعد ما يبدأ يغلي ويبوخ كده من فوق، لو انتي عندك وقت بتسيبيه نص ساعة او اكتر عادي، كل ما بيستوي كل ما بيبقى ليه طعم جميل. بس هي بتستوي عامة من 10 دقايق. بعد ما استوت خدت بقى المدة حسب الوقت المتاح عندك، بنبدأ نجيب بلاستيكة كبيرة كده او اي حاجة حسب الكمية اللي انت عاملاها، وتبدأي ايه تفضي بقى العجين بتاعك، وتبدأي تفرفريه كده عن بعضه بايديكي، لا بالمعلقة ولا بالشوكة ولا الحاجات دي، علشان يتن شرايط طويلة زي ما هو. بنبدأ بقى نفكه بايدينا كده بالراحة، وممكن نسيبها تهدى شوية. طبعا من اثر الطياب بتلاقي فيه حتت ماسكة في بعضها، ده طبيعي، فاحنا بنحاول ان احنا نفرفره بعيد عن بعض بالراحة من غير ما نبهدله، علشان نحافظ عليه زي ما هو.
بعد كده هنبدأ بقى نردده بشوية لبن كامل الدسم أو شوية شوربة دسمين علشان يدوها طعم جميل. اللي موجود عندك بترددي بيه، طبعا بتدي رشة بإيدك خفيفة كده، رشرشة خفيفة، وتقلبي من وقت للتاني، ما بتحطيش كمية السائل كلها مع بعض، بتدي رشة بإيدك كده خفيفة زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نقلب. حاجة بسيطة جدا. واهم حاجة اللبن او الشوربة بتاعتك يكون فيه دسم كويس، بيديه طعم جميل. بنردده بقى بالسائل بتاعنا ايا كان نوعه. انا ما استخدمتش كمية السائل كلها، خدت يعتبر النص. جميلة جدا، لو كترت عن كده هيعجب مني. احنا عايزينه يبقى حاجة بسيطة متوسطة، اللي هو يعني الترديد ده اساسي احنا اتعودنا عليه. بعد ما ردتيه بقى كويس، بتروحي غالية بقى المية، او المية بتاعتك خليها الحلة بتاعتك تغلي تاني، وتبدأي بقى تفردي القماشة بتاعتك تاني، وتحطي العجين بتاعك كله، وتبدأي تغطي عليه تاني برضو بالقماشة، وتسيبيه بقى ايه يبوخ كده كمان 10 دقايق. هو كده اصلا كده خلاص استوى، فمش محتاج يعني. اهم حاجة التسوية اللي بيبقى قبل الترديد، اللي هي التسوية الاولى. لكن بعد ما بتردديه يا دوبك هو بيبدأ يغلي بس، وتلاقي البخار طالع من كل الجناب بتاعت الحلة، يبقى هو كده خلاص بقى جاهز للأكل. بعد ما جهز بقى كده، بنبدأ بقى ايه نحطه بقى ونقلبه بقى معاه بقى سمنة بلدي او سمنة نباتي او زيت ذرة، حسب الحاجة اللي انت هتستخدميها وتاكلي بيها. وفي ناس بتاكله كده لو لا قدر الله مثلا في ناس تعبانة. بس هو عامة بيبقى أكلة جميلة جدا. بتتعمل يعتبر كانت من وقت للتاني كده. الفكرة دي بإذن الله هتعجبكم جدا، ما بتاخدش وقت زي شغل المكنة، وبتبقى انضف بكتير. بكيلو واحد بس هتعملي قد كيسين 3 من الجاهز. بعد ما استوت بقى، ببدأ بقى انزل عليها بسمنة بلدي زي ما قلت لكم، استخدموا اللي انتوا عايزينه، زيت ذرة او اي حاجة. بنقلبها بقى بالسمنة او بنوع الدهون اللي انت بتستخدميها عليها، بتقلبيها كويس علشان تتوزع عليها، وتقدميها بقى بألف هنا. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وبإذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة. وأتمنى إن انتوا تشتركوا معايا في القناة وتدعموني، علشان إن احنا مش هنكبر غير بيكم. ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.